خاص مدرب منتخب الجزائر يضع شرطا مصيرا لعودة رياض محرز. أهلا وسهلا بكم متابعيني الأعزاء، هيا بنا لنتعرف على خبر اليوم. وضع السويسري فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر شرطا واحدا من أجل عودة القائد رياض محرز نجم الأهلي السعودي إلى صفوف محاربي الصحراء اعتبارا من معسكر شهر يونيو المقبل، والذي سيتخلله خوض مواجهتين أمام غينيا وأوغندا ضمن تصفيات كأس العالم 2026. وكان النجم السابق لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد طلب إعفاء من معسكر شهر مارس آذار الماضي والمشاركة في المواجهتين الوديتين أمام بوليفيا 3-2 وجنوب أفريقيا 3-3 بحجة عدم جاهزيته لتقديم أفضل مستوى، فيما أكد مقربون منه بأن طلب ذاك كان سبب حملة الانتقادات التي طالته من الجماهير ووسائل الإعلام بعدما رددوه المتواضع في كأس أفريقيا الأخيرة. وفتحت هذه الخطوة من محرز باب التأويلات حول مستقبله مع المنتخب الجزائري، وجعل أغلب المتابعين يجزمون بأنها خطوة تمهيد لاعتزاله اللعب دوليا في سيناريو مشابه لما حدث مع كريم مطمور في عهد المدرب الأسبق لمحارب الصحراء وحيد حليلوزيتش. وفي هذا السياق أكدت مصادر مقربة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم فاف لموقع وين وين أن المدرب بيتكوفيتش لم يغلق الباب أمام عودة رياض محرز إلا صفوف الخضر، رغم القرار الأخير بعد حضور معسكر مارس الماضي. ويرى مدرب منتخب الجزائر بأن محرز ليس مثل بقية الأسماء المستبعدة في لقاءي بوليفيا وجنوب إفريقيا في صورة إسلام سليماني وسفيان فيغولي ورايس ووهاب بولحي، وهو الثلاثي الذي قرر استبعاده من حساباته على عكس النجم السابق لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يريد العمل معه عن قرب ومنحه فرصة لإثبات أنه قادر على أن يكون جزءا من المشروع الجديد الذي يهدف لإعادة محارب الصحراء إلى الواجهة، مع شرط بيتكوفيتش لاستدعاء رياض محرز مجددا إلى منتخب الجزائر. وأفادت نفس المصادر لموقع وين وين بأن بيتكوفيتش وضع شرطا مثيرا لهذه المرة لأجل استدعاء محرز مجددا إلى صفوف منتخب الجزائر، حيث أبلغ أعضاء جهازه الفني بأنه لن يوجه الدعوة للنجم الأهلي السعودي مستقبلا إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن يقوم محرز شخصيا بالاتصال به وبإخباره بأنه بات جاهزا كي يلعب مع الخضر ولديه كامل الرغبة في العمل على القيام بواجبه كقائد للمجموعة. ويعتبر المدرب السويسري هذه الخطوة شرطا رئيسيا يجب تنفيذه، كون رياض محرز هو من طالب سابقا بإعفائه، والآن يجب عليه هو المبادرة لطلب إعادته في حالة عدم قيام بهذه الخطوة خلال الأيام القادمة، فإن المدرب السويسري سيفهم بأن نجم الأهلي ليس مستعدا لتمثيل المنتخب الجزائري. وحسب المصادر ذاتها لا يستبعد أن يقوم بيتكوفيتش باتخاذ قرار إبعاد قائد الخضر بشكل نهائي من جميع مخططاته ومواصلة الاعتماد على المجموعة التي يمتلكها ووضع الثقة في أسماء أخرى في الجهة اليمنى من الهجوم، والتي تشهد بروز عدة مواهب صاعدة مثل بدر الدين بعناني وأنيس حاج موسى، وبالإضافة إلى البشير بلومي. جدير بالذكر أن رياض محرز قد خاض أكثر من 90 مباراة دولية مع منتخب الجزائر، ويعتبر هو ثالث أفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر برصيد 31 هدفا، كما شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، وقادته إلى منصة التتويج بكأس أفريقيا 2019 في مصر. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات بشأن الشرط الذي يقيم على رياض محرز لكي يتأهل إلى المنتخب الجزائري. ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.